السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل عام وانتم طيبين وكل العالم أجمع بخير يا رب. هتكلم معاكم عن طيفة أو الأزهار عموما، النباتات اللي بتطلع زهر. النبتة دي أنا كنت زارعها شتلة، لو انتم شايفين بالمنظر اهو، بسم الله ما شاء الله، اشتغلت اهيت وابتدت تزهر وهي صغيرة. طيب أنا لو سبتها بالمنظر ده كده وظهرت على الوضع الحالي ده، النبتة نفسها بتعجز. فالمفروض اعمل ايه؟ مفرحش بالزهر اللي موجود وابتدي اقلم الزهر اللي موجود بحيث ان النبات يطلع ورق وفروع جديده ويبتدي يقوى شويه معايا. طيب باجي هنا تحت بشيل الفروع دي، الفروع اللي تحت دي، لان ده بيعجز النبات ما بيخليهوش يطول. يبقى باجي بروح قاصص من على الجسم بالمنظر ده كده، بروح قاصص النموات النموات اللي طالعه من على الجسم من تحت من على الساق، بحيث ان النبات يعلى معايا ويقوى بنفس المنظر ده كده. بشيل اللي موجود، كل النموات الجديدة اللي تحت بقطعها من على الساق نفسه، الساق الأساسي. لو خدنا بالنا كده هنلاقي النموات اللي طالعة حتى الجانبية مزهرة. بس أنا مش عايز الزهر ده، أنا عايز النبات يقوى ويشد الأول ويعلى، وبعد كده ما يوصل للشكل والحجم اللي أنا عايزه بعد كده يبتدي يزهر عادي مفيش مشكلة. وبرده بنقص الأزهار بعد ما بتكون تامة التفتيح. يبقى أنا بقصقص الزهر، باجي هنا كده المنظر ده، بقص الزهر وبقص النموات الجديدة اللي طالعة من على الساق الأساسية من تحت، بحيث ان النبات يعلى معايا ويقوى معايا وبالتالي يديني أزهار كتير. وهي دي الفايدة في التربية. أنا مش بربي بإن أنا أدي شوية مية وخلاص أو أسمد وخلاص، لأ، ورقة زي كده ضعيفة مكسورة بشيلها، نموات جديدة طالعة من الجوانب برضو بشيلها، بحيث ان النبات يعلى معايا ويديني الحجم المناسب وبعد كده يديني أزهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.